قناة ملحقة نحو الأمية لولاية بسكرة. الموجز. السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. احتضنت قاعة الاجتماعات الكبرى بملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار لولاية بسكرة صبيحة الأربعاء اجتماعا تنسيقيا تحسيسيا بضرورة التسجيل في السنة الأولى متوسط بالمركز الجهوي للتكوين والتعليم عن بعد لولاية بسكرة. الاجتماع نشطه كل من السيد الطاهر عثماني مدير الملحقة والسيد صلاح الدين شوشان مدير المركز الجهوي للتكوين والتعليم عن بعد بحضور رئيس مصلحة التكوين السيد عبد الحكيم بوعيس والسيد المفتش محمد مودع وجمع من منسقي ولايتي بسكرة وولد جلال. اللقاء سمح بتسليط الضوء على ضرورة التنسيق المستمر بين الملحقة والمركز في إطار الدفع بسيرورة تسجيل عدد أكبر من المتمدرسين، كما فتح باب النقاش أمام المنسقين حول سبل تحقيق ذلك. في ختام اللقاء أدلى السيد صلاح الدين شوشان مدير المركز الجهوي للتكوين والتعليم عن بعد لولاية بسكرة للقناة بهذا التصريح. نحن نخضع إلى جميع التعليمات الصادرة من وزارة التربية وبخصوص السيد وزير التربية والتنمية والتعليمات الصادرة عن السيد المدير العام للتعليم والتكوين عن بعد بالتنسيق حتما ولا بد منه مع محو الأمية، وهو يعتبر شريك رسمي مع التعليم والتكوين عن بعد. حقيقة أنه بكافة المؤثرين والأساتذة الموزعين على التراب بولاية بسكرة والبلاد اليوم هما يساعدونا في هذه العملية التأسيسية، لأنهم هما أصلهم سكان هذه المناطق ويستطيعون الدخول إلى جميع الأسر والعائلات للتعرف بهذا الديوان للتعليم والتكوين عن بعد لمواصلة دراستهم. والاساس في هذا التعليم التعليمي هو التعليم القاعدي اللي هو المنهج الأمية، ونحن استقطبنا عدد هائل من هذه الفئه هذه، ونشكر السيد طاهر في عمليه التنسيقيه. كذلك التعليم والتكوين عن بعد هو ضروري وحتمي بالنسبه لجميع الفئات، وخاصه بعض الامتيازات للفئه التي لم يسمح لها بمواصله الدراسه ان تواصل الدراسه نتاعها، وخاصه التلاميذ الذين يسمح لهم بمواصله في المؤسسات التعليميه النظام القانوني. انا صراحه يعني الاجتماع تاع اليوم يعني يعجبني الحال، لاحظ انه كاين اهتمام كبير بهذا الامر هذا. كما صرح السيد الطاهر عثماني مدير الملحقة للقناة قائلا: الديوان الوطني للحقوق والتعليم الكبار كاين اتفاقية بين الدواوين الاثنين، وتجسيدا وتفعيلا لهذا العمل قمنا بالتنسيق مع مدير التعليم عن بعد لولاية بسكرة من أجل إيصال المعلومة إلى المواطن البسيط الذي يوجد في المناطق النائية. ومن خلال اللقاء المعتاد استغلنا الوضع أن المنسقين من خلالهم يحضروا معنا الاجتماع، يعني يقوم بالعملية من المؤطر، من المؤطر إلى المتمدرس حتى تصل المعلومات في وقتها وبأقل جهد. في هذا اليوم يعني اللي قمنا به هو عملية تأسيسية بالنسبة للديوان الوطني للتعليم عن بعد والديوان الوطني لمحو الأمية، لأن العملية دائما تنطلق من بداية سبتمبر إلى نهاية ديسمبر. من خلال هذا العمل نتمنى أن تكون العملية يعني مثمرة وناجحة ونقطف ثمارتها في نهاية السنة. العملية المتمدرسين اللي يرغبون في وسط الدراسة الملحقة هي قامت بجمع ملفاتهم على مستوى الملحقة حتى تسهل العملية للمتمدرس. هذا بالتنسيق مع الديوان الوطني للتعليم عن بعد الذين هم مشكورون على ذلك، وبالتالي نقدر نقول أنهم الشريك الفعال لهذه العملية، ونتمنى النجاح لكل الطرفين.
تجدر الإشارة إلى أن الملحقة كانت حاضرة في فعاليات الأبواب المفتوحة لتسجيلات السنة الدراسية 2023-2024 بدار الثقافة أحمد رضا حوحو، والتي نظمها المركز الجهوي للتكوين والتعليم عن بعد يوم 8 من شهر أكتوبر الجاري. في الأخير ننوه بأن سعي ملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار لولاية بسكرة يظل حثيثا من أجل العلم وتحقيق آمال المتمدرسين الذين يطمحون إلى مراتب أعلى. قناة ملحقة محو الأمية لولاية بسكرة، الموجز.